الا كنتم من الناس اللي ضروري يكون عندكم العصير محطوط في الطبله ديال الفطور، فهاد الفيديو ليكم. عصير اقتصادي غير بجوج ديال الليمونات وحامضه، غادي يعطينا واحد الكميه اللي هي جد وفيره، منعش، غادي يعجبكم بزاف وغادي يعجب وليداتكم. كيف قلت لكم اقتصادي لاقصى درجه، كيجي هو الارواح. كنتمنى تتبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير، وتخليوا لي معكم من قبل واحد اللايك باش تشجعوني نحط وصفات اكثر. يلا معايا دابا نتعرفوا على المكونات. على بركة الله غادي ناخذ هنايا الخلاط الكهربائي. عندي هنايا جوج ديال البرتقالات وحامضه وحده، كنقطعهم وكنديرهم في المجمد. هانتوما راه كتشوفوهم باقيين بالثلج ديالهم، كنديرهم في المجمد ليله كامله ولا نهار كامل. المهم انا ديما كتكون عندي واحد الكميه في الفريكو باش كتسهل عليا الخدمه. ضروري ديريهم يكونوا جامدين، اما كتحطوهم هكاك مكمولين من عاد من كتجبدوهم كتقطعوهم، اما انا كندير هاد القضيه كنقطعهم ونديرهم في المجمد، عاد من بعد كنجبدهم كيجوني ساهلين. غنديرهم في الخلاط، غادي نزيد عليهم هنايا سنيده، غندير واحد 3 المعالق، كتبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. ذوقوا الا كتبغيو الحلاوه اكثر. غادي نزيد عليهم ايطرو ديال الماء عادي. غادي نطحن مزيان. في الاول غادي نبدا نطحن شويه ونحبس شويه ونحبس، لانه كيكون جامد غير باش ما تخسر لكمش الخلاط ديالكم. من بعد ملي كيتطحن ليا غادي نطحنها مزيان حتى كيذوب لينا داك الليمون وداك الحامض مزيان. يعني نتوما كيف كتشوفوا كنطحن ونحبس نطحن ونحبس، عاد من بعد كنطحنها مزيان. هنايا غادي نزيد عليهم داك المركز ديال المندرين اللي كنت ديجا وجدته معكم في الفيديوهات اللي فاتوا. راه كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين، ولكن الا ما كانش راه كتستغناو عليه عادي. انا شحال من مره كنخدمو عادي بلا هذا المركز هذا. زدتو عليه وغادي نعاود نطحنو مزيان باش ينسجم معاه. صافي دابا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه ديك الصفايه باش تصفيها لنا من القشور، وغادي نبدا نكب الخليط شويه بشويه ونبقى نصفيه مزيان بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، باش كيتحيدوا لنا داك القشور اللي كيكونوا غلاضين باش ما كيجيناش مر. صافي هانتوما الطريقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غادي نقسمته على جوج دفعات، غادي نصفي النصف الاول وهنايا النصف الثاني. غادي نزيد نشلل داك الخليط داك الخلاط بالماء باش نزيد نعاود كيف قلت لكم هذا العصير كيعطي يعني كميه اللي هي وفيره بزاف. درت يطرو الماء باش طحنته، عاد من بعد غادي نزيد يطرو اخر، راه كيعطي واحد الكميه اللي هي كبيره، كيعطي جوج يطرو ديال العصير غير بجوج برتقالات وحامضه. هنا مجموع ديال جوج يطرو الماء اللي زدت. صافي هانتوما كيف كتشوفوا الخليط ديالو. ممكن تخليوه غير هكا، ممكن ديروا له اضافات. انا هنايا بعض المرات كنخليه غير هكا راه كيجي ولا اروع هكا، وبعض المرات كنزيد عليه الا كان عندي مثلا شي بنانه شي، المهم اي فاكهه كتعجبكم ديروها. غادي نردو الخلاط وغادي نزيد عليه واحد البنانه وغادي نعاود نطحنو، كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. المهم هذا العصير راه منعش اقتصادي لاقصى درجه. شوفوا معايا راه ما شاء الله شحال كيعطي واحد الكميه اللي هي وفيره بزاف. صافي من بعد ما زدت عليهم ديك البنانه، صافي هانتوما غادي نوريكم شحال عطاني. ضروري تجربوه راه غادي يعجبكم بزاف، منعش بزاف واقتصادي لاقصى درجه. صافي من بعد غادي نديرو في القريعه وغادي ندخلو للثلاجه باش يبرد. اللي كيبغيه بارد. هانتوما هاد القرعه راه كتهز ليا ايطرو نص، هانتوما ايطرو نص ديال العصير، وبقى ليا النصف الاخر درتو في الكاس واللي بقى راه بقى عندي في الجهه الاخرى، يعني راحت ليا جوج لتر ديال العصير. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوها. راه ثقوا بيا الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. وكنتمنى الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليقاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفه جديده. غادي نكب معكم هنايا واحد الكاس باش تشوفوا كيفاش كيجي، راه غادي يعجبكم بزاف الا جربتوه. وما نطولش عليكم، دابا نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله مع فيديو جديد، وبسلام عليكم.